هل تعلم من يسكن بداخلك؟ هل تعلم الثلاثة الذين يعيشون بداخلك؟ هل تعرف طفلك الداخلي؟ هل تعرف أنواعه الثلاث؟ من هو إذن طفلك الداخلي؟ وما هي أنواعه الثلاثة؟ وما هي حالاته المختلفة؟ وهل تعرفت عليه يوما؟ وهل تصالحت معه؟ وقبلته كما هو؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو إن شاء الله، طبقا لما تعلمناه وفهمناه من كتاب علاقات خطرة للمبدع الدكتور محمد طه صديق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفكرة علمتني معك أختكم خديجة. لا تنسوا دعمي دائما بالاشتراك وتفعيل الجرس والمشاركة، البارتاج مع أصحابكم وأصدقائكم، وشكرا لكم جميعا. فحين تكون في نزهة مع أطفالك فتجد نفسك تلعب مثلهم، تتكلم مثلهم، ترقص مثلهم، ولو تكون في عمر 60 أو 40 أو 50، وعندما تكون في فرح أو أي مناسبة سعيدة فتجد نفسك تتكلم وتضحك وترقص وتتصرف بعفوية الأطفال، ثم فجأة وكأنك تستفيق، وفي لحظة من اللحظات تعود إلى نفسك الحاضرة فتقول: ماذا فعلت؟ هل عدت صغيرا؟ ثم تعود وتتقمص الشخصية التي تعيشها حاليا وتدفن ذلك الطفل بداخلك. إذن ذاك هو طفلك الداخلي الذي تحرر من سجنه وتنفس الصعداء وخرج ليستمتع بعض اللحظات، ثم يعود إلى سجنه الدفين داخل نفسك المظلمة والمليئة بكثير من الذكريات السعيدة والحزينة. فهذا الطفل سماه العلماء الطفل الحر أو Child Ego State. وأما حين تجد نفسك في ظروف صعبة وقاسية لا تستطيع التجاوب معها ولا تستطيع الخروج منها، فتستكين وتختبئ وتحني رأسك وتخفض صوتك، ولا تستطيع أن ترفض ذلك الأمر أو تقول عنه لا. إذن هنا تقبل كل شيء حتى ولو كانت فيه إهانة أو نقيصة، مع أنك تحترق بداخلك ولست قابل لوضعك المهين، إلا أنك تجد نفسك رغما عنك تخذلك عيناك فتنكسر، وتتخلى عنك أعضاؤك فترتعش، ويتخلى عنك لسانك فيصمت رغما عنك. هنا فقد خرج طفلك الداخلي الذي يسمى الطفل المذعن أو الطفل المتكيف، ذلك الطفل الذي قال لك: اسكت، انكسر. وهنا السؤال: من أين جاءني هذا الطفل المتكيف الذي يتلبس بدون رضاي ويقبل هذا الوضع المشين المهين؟ يقول العلماء: في السنوات الأولى من العمر، غالبا ما بين 2 و5 سنوات، عندما كنت طفلا حرا عفويا طبيعيا سليما كما خلقك الله، دخل المتدخلون وبدأوا يشوهونك ويربونك كما يريدون وكما يحبون. لا تتكلم هكذا، لا تتصرف هكذا، افعل كذا لأحبك، البس ما أريد لأحبك، وتضرب عندما تقول لا، وتعنف عندما ترفض شيئا. وفي لحظة من اللحظات قررت أن تختبئ وتذعن وتتكيف مع ما يطلب منك لكي تسلم من العقاب. هنا تولد عندك الطفل المذعن أو المتكيف الذي يظهر عليك في بعض اللحظات الصعبة القاسية التي تحتاج منك الحزم والقوة والإرادة، فلا تستطيع فتختبئ وتترك المجال للطفل المذعن، الطفل المذعن بالتصرف، حتى تتجاوز تلك الصعوبات، وكأن السيناريو يتكرر من جديد. وأما الطفل الثالث فهو الطفل المتمرد الذي يظهر على شكل إنسان رافض للقوانين، رافض للأعراف، في صراع دائم مع غيره، عنيد، صعب الانقياد، صعب التفاهم، سريع الصد والرد. وهذا الطفل نفسه هو ذاك الطفل الذي كان أيضا حرا كما خلقه الله، ولكن مع التربية المشوهة البعيدة عن تقدير الذات والبعيدة عن الاهتمام والاحترام، قرر هو الآخر أن يصبح متمردا عكس أخيه الطفل المذعن أو المتكيف. وهذه هي الأنا الطفلية بأنواعها،
الأنا الطفلية بأنواعها الثلاث. الكثير منا يتلبس بها ولا يفهمها، حتى أنه لا يفهم نفسه وتتيه أفكاره، فلا يدري ما الذي أصابه، كيف تصرف هذا التصرف في هذا الموقف. فهنا العقل الباطني، العقل اللاواعي، استعاد الطفل الداخلي فخرج هو ليتصرف مكانك. تابعوا معي الأفكار الجميلة، الأفكار الجديدة من كتاب علاقات خطرة والدكتور محمد طه صديق. شكرا لحسن تتبعكم وحسن استماعكم.